ايه يا ماجد؟ مالك شايل طاجن ستك ليه؟ لا ابدا يا بابا، عادي مفيش حاجه. لا عادي على مين؟ على بابا؟ قول لي ايه اللي مضايقك بس؟ لا فعلا يا بابا، يعني مش حاجه محدده مضايقاني، بس حسيت فجاه ان العمر بيتسرق مني. يعني العمر خلص في المذاكره والجواز والعيال والمدارس والشغل والالتزامات، كله ورا بعضه. اللي بنبات فيه بنصبح فيه، والنتيجه ان العمر خلص والواحد بيعجز. بتعجز؟ امال انا اقول ايه بقى يا سي ماجد؟ لا يا بابا، ربنا يديك الصحه وطولة العمر ويخليك لينا. ويخليك ليا يا حبيبي. قول لي يا ماجد، انت عندك كام سنه؟ ما انت عارف يا بابا، 48. وال48 دول انهي عمر فيهم؟ انهي عمر ازاي؟ هو في كذا عمر؟ امال بص، كان في فيلم بحب اتفرج عليه اسمه سوبر ماركت، شفته؟ اه شفته طبعا، ده من الافلام اللي بحبها جدا. عادل ادهم في الفيلم ده قال لي ممدوح عبد العليم: العمر يا رمزي 3، العمر اللي على الورق، والعمر اللي الناس بتشوفك فيه، والعمر اللي انت حاسس بيه. انا رأيي بقى ان في عمر رابع، اللي هو عمر روحك. عمر روحي؟ ودي بقى يا سيدي بتتحسب بالمواقف والأحداث اللي بتعدي عليك وبتأثر فيك، زي مثلا كسبت ايه وخسرت ايه، ضحيت بايه، صاحبت مين، حبيت ما حبيتش. كل المواقف دي وحاجات تانية بتحسب عمر روحك. وخد بالك، يعني ممكن مثلا يعني يبقى عمرك 70 سنة بس روحك لسه عمرها صغيرة، روحك صغيرة في العمر. يعني ليه بقى؟ لأن ما عداش عليها مواقف تأثر فيها وتتفاعل معاها. والعكس صحيح، يعني ممكن تكون انت لسه ما كبرتش بس روحك دي كبرت قوي وبقيت أكبر من عمرك الحقيقي بكتير، لأنها شافت كتير. معلش يا بابا، انا سامحني، انا فصلت منك. معذور. انا باختصار يا ماجد عاوز اقول ان كلنا هنكبر، محدش فينا هيفضل صغير، ودي سنة الحياة. بس كل ما روحك تكبر ما يفرقش معاك عمرك الحقيقي كام. طب دي اعرفها ازاي بقى؟ بسيطة خالص، تعرفها لما تلاقي مفاهيمك بتتغير، مش مبادئك، مفاهيمك. وتلاقي نفسك كمان كل يوم بتتعلم من الحياة عن اليوم اللي قبله، وتلاقي نظرتك للحياة اتغيرت كده، ما بقتش بتبص لها من وجهة نظر واحدة. ويكون في علمك لو دماغك ومفاهيمك ما اتغيرتش فده معناه ان مفيش مواقف مهمة عدت عليك في حياتك، وبالتالي بقى هتحس باللي انت حاسه ده، واللي بسببه قلت الكلام اللي انت قلته من شوية ده، ان كل يوم شبه التاني، واللي بنبات فيه بنصبح فيه، وتحس ان عمرك بيعدي هفق وبيجري منك. ده لانك ما حسبتوش صح. احسب عمر روحك الحقيقي، هتفرح باللي عدى وتفتخر بيه. ماشي يا راجل يا عجوز؟ ماشي يا ابو الشباب. كل ما روحك هتكبر هتشوف أحسن، تشوف اللي عدى وانت فخور، وتشوف اللي جاي بأمل. اكبر بروحك هتحب عمرك.